السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم ايمان من قناة ايمان شانل. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. اكيد الفيديو بتاعنا النهاردة مش عن ان ازاي نعمل البانيه. طبعا كلكم بتعملوا البانيه تحفة جدا، واكيد بتعملوا احسن مني كمان. بس النهاردة هيبقى الفيديو بتاعنا عن ازاي الكفر بتاع البانيه من بره يبقى ثابت، وما يبقاش فاصل بينه وبين قطعة البانيه. وهنعرف كمان ازاي الطبقة دي تبقى مقرمشة من بره، وكمان تبقى مش شاربة ولا نقطة زيت. تعالوا بينا على الفيديو ونعرف ازاي حضرنا البانيه. اول حاجة بقى لازم نعملها عشان كفر البانيه من بره يبقى ثابت، ان احنا نتبل البانيه بتوابل جافة. حطيت هنا معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا وبهارات الفراخ وكمان بهارات لحمة. وحطيت كمان نص معلقة من الملح، وربع معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان قرفة. أي نوع توابل انتي بتحبيه بتحطيه في التتبيلة بتاعة البانيه، بيبقى خطير جدا. حطيت كمان عصير ليمونة كاملة وتكون كبيرة، وكمان معايا دبس رمان، وكمان معايا خل تفاح. لو ما عندكيش خل تفاح حطي خل أبيض عادي جدا. وكمان دبس الرمان حاجة مش أساسية، ممكن إن انتي تستغني عنها، وبتستكفي بعصير الليمون وكمان الخل اللي بتحطيه. كده بقى تقلبنا التوابل كلها مع بعضها، وبعدين بنحط معلقتين كبار او 3 معالق من الزيت. بتقلبي بقى التتبيله بتاعتك دي كلها وبتنزلي فيها بالبانيه. بتبل البانيه حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، وكل ما ياخد في التتبيله وقت اكتر بيبقى طعم التتبيله بياخد من طعم الفراخ، وبيبقى طعمها تحفه. هغطي بقى البانيه وهسيبه كده يتبل على الاقل نص ساعه لو انتي مستعجله. لكن لو معاكي وقت ممكن تسيبيه من ساعتين ل3 زي ما تسيبي وقته. بيبقى معاكي طعم القطعه بتاعه البانيه من جوه لها طعم وحلوه جدا. تعالوا بقى كده نشوف الكفر اللي هنغطي بيه البانيه. حطيت في البولة دقيق ذرة أصفر بيجي كده من عند العطار، بيبقى بدل الفيجيتار، ممكن تحطي فيجيتار سايب برضو بيجي من عند العطار. حطيت عليهم 3 معالق من النشا. وكمان هنا الخلطة بتاعت البانيه كانت خلاص عدى عليها نص ساعة. هضيف عليها بيضة وهربها الأول كويس في الطبق قبل ما أضيفها علشان تبقى كلها ممزوجة ببعضها. وطبعا عشان اتخلص من زفرات البيض هضيف كده رشة من الفلفل الأسود. بقلبهم في بعض كويس جدا، وهضيفهم بقى دلوقتي على البانيه. طبعا ملاحظين ان انا ما حطيتش على البيض ملح خالص، وده لان انا متاكده ان تتبيله البانيه اللي معايا ملحها مظبوط جدا، فانا مش عايزه ازود ملح خالص معايا. هقلب بقى البانيه في البيض كده كويس قوي لحد ما اتاكد ان البيض اختفى او تغلغل مع البانيه. باخد بقى من البانيه وبحطه على الكفر اللي انا عاملاه اللي هو الدقيق وعليه النشا. وبطرب بقى كويس قطعة البانيه مرة واتنين وتلاتة. يعني بتستكفيش ان انت بتعمليها مرة، بتفضلي كده تقلبيها على كل جنب وتغطيها كويس جدا وتنفضيها، وترجعي على الجنب التاني تعملي نفس الحكاية. اهم حاجة وانت بتطربي القطعة بتاعت البانيه بتضغطي عليها في كل جنب وانت بتعمليه، علشان الكفر دوت يلزق معاكي وما يبقاش فاصل بينه وبين قطعة البانيه. وزي ما انت شايفة بقى احنا بناخد من البانيه على طول مباشرة للدقيق. يعني بقى ما بنعملش خطوات كتيرة زي ما كنا بنعمل في الأول. كنا بناخد من البانيه بنحط في الدقيق وبعدين نرجعه للبيض وبعدين نرجعه للبقسماط أو الفيجيتار. لا، هي دلوقتي في خطوة واحدة وبتطلع معاكي تحفة قوي. خلصت بقى كمية البانيه كلها، وتعالي بقى مع بعض نقلي البانيه. حطيت زيت غزير في طاسة تكون على الأقل صغيرة. أنا بحب أستخدم طاسات صغيرة، يعني الطاسة دي ما بتاخدش معايا أكتر من قطعتين، علشان كمية الزيت بتاعتك تبقى غزيرة وكمان في نفس الوقت ما تهدريش. بحط بقى قطعتين كده على قد الطاسة، وقبل ما القطعة بتاعتك تاخد لون ذهبي من الوش الأولاني بتقلبيها بمجرد ما تتشمع معاكي. وبعد كده بترجعي تقلبيها على الوش التاني، وبرضه بمجرد ما تتشمع الوش التاني بترجعي بقى للوش الأولاني أو للناحية الأولانية تديها لون ذهبي على طول، علشان تبقى معاكي الكفر ماسك، وكمان تبقى قطعة البانيه من جوه استوت. ما تبقاش الكفر خد اللون الذهبي بسرعة ويبقى البانيه من جوه لسه ما استويش. وزي ما انت شايفة بقى طالعة القطعة بتاعتك لونها ذهبي وتحفة، وأضمن لك 1000000% إن هي مستوية من جوه تماما. وأهم خطوة بقى علشان البانيه يفضل مقرمش معاكي من أول قطعة لآخر قطعة، لما نطلعه على شبكة، ما نطلعوش على مناديل مطبخ خالص علشان ما يطراش معاكي. هقلي الكمية كلها بقى بنفس الطريقة، وزي ما انت شايفة لحد آخر قطعة كان الزيت بتاعنا رايق وما كانش فيه أي ترسبات، لأن احنا مستخدمين نشا بدل الدقيق، ومستخدمين دقيق أصفر مش دقيق عادي. وطبعا بقى مش هقدم البانيه او مش هناكل البانيه لوحده كده، لازم نعمل جنبه صنف جانبي. هعمل بقى معاكي حبة رز بالبهارات وبالكاري طعمهم خطير.
حطيت بقى في الحلة مادة دهنية ونزلت عليهم كده بالبهارات اللي انا هتبل بيها الرز، عبارة عن معلقة صغيرة من القرفة وكمان معلقة صغيرة من البهارات بتاعة الفراخ وملح وعسل اسمر وكمان مكعب من مرقة الدجاج. بقلب البهارات دي كلها مع بعضها. اول ما البهارات دي بقى تتحمص في المادة الدهنية اللي احنا حاطينها وتشم ريحتها في المطبخ، بننزل عليها بقى ببصلاية صغيرة تكون متقطعة فرم ناعم، وبعدين بنزل عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من الكاري على الكركم. بقلب بقى في بعض، وبعد كده بننزل بالرز البسمتي المغسول والمنقوع حوالي نص ساعة على الأقل في المية الدافية. بتقلبي الرز بقى في التوابل اللي انت حطاها والبصل لحد ما يتشمع الرز معاكي وتتأكدي انه ما بقاش فيه مية خالص. بعد كده بننزل عليهم بمية مغلية، وطبعا المية بتكون أعلى من الرز بحوالي عقلتين صباع. معروف جدا ان الرز البسمتي بيحب المية أزيد من الرز البلدي أو المصري بتاعنا. وبندوق الرز بتاعنا بقى ونظبط الملح بتاعه والبهارات، وبعد كده بمجرد ما يغلي بنغطي عليه وبنوطي البوتاجاز وبتسيبيه لحد ما يستوي تماما. وده كمان شكل البانيه بتاعنا بعد ما قليته كله وخلصت الكمية كلها. عايزة اقولك ان من اول قطعة لاخر قطعة طالعة لونها ذهبي وتحفة جدا. هنشيل بقى البانيه من الشبكة وهنبدأ كده نرصه في طبق التقديم، وكمان هحط عليه حاجة خضراء تكسر اللون. وهنبدأ بقى نحضر في بقية الأطباق اللي هنقدمها جنب الوصفة بتاعتنا. بس تعالي بقى قبل كده ما نحضر بقية الأطباق نشوف الكفر الخارجي بتاع البانيه ثابت زي ما احنا كنا عايزين ولا لأ. زي ما انت شايفة الكفر ثابت جدا، وكمان مفيش فواصل بينه وبين القطعة بتاعة البانيه. وادي كمان الرز البسمتي كان استوى وغرفناه في طبق التقديم. طبعا عملت جنبهم حبة سلطة خضرة كده، ده حاجة أساسية جنب البانيه. وده كان شكل سفرتنا النهاردة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.